بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل النهارده أكلة ليها طاقة، ليها طقوس جميلة جدا عند المصريين وعند العرب. شوربة العدس بالفتة بتاعتها لذيذة، مغذية جدا، مطلوبة في الشتاء. الجو البارد ده مطلوب منه إن احنا ندفي بالحاجات الطبيعية، ندفي في نفسنا وندي طاقة لنفسنا بالحاجات الطبيعية الجميلة اللي احنا اتعلمناها من أجدادنا. شوربة العدس والفتة. هنبتدي نشوف مكوناتنا ايه وايه اللي بيحصل معانا. ميه بتغلي على البوتاجاز، هنسقط فيها بصلايه متقطعه مع 4 فصوص ثوم مع جزرتين مقطعين مع معلقه كمون، ونظبط الملح بتاعنا. طماطمية متقطعه 4/4، نص كيلو من العدس مغسول، ونسيب الكلام ده كله يغلب مع بعض ونقدر نعمل الفته بتاعتنا بقى. نجيب عيش بلدي طري طازه، هنبدا نقطعه بالشكل اللي احنا عايزينه ده. نحط معلقتين سمنه بلدي عليه، هندخله تحت الشوايه يتحمص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونحطه في القالب بتاعنا. وكده العيش بتاع الفتة جاهز. نبدأ بقى نشوف العدس بتاعنا خلاص كده استوى. هنبدأ بقى نبرده، نضربه في الكبة، ونرجع نحطه على النار تاني، محمرين شوية شعرية ونحطه فيها. نسقط الشعرية في قلب العدس، ونبدأ نقلب ونغطي عليه لحد ما الشعرية تستوي. نجيب بقى الفتة بتاعتنا، العيش اللي احنا حمصناه عملناه، هنسقيه بشوربة العدس. نحط عليه شوربة العدس لحد ما يكتفي، لحد ما يطرى، يبقى طعمه حكاية، طعم جميل جدا. حاجات بصراحة من الأكلات اللي بتعجب الناس كتير أوي أوي أوي. نحط شوربة العدس على العيش لحد ما يكتفي خالص. عايز يبقى متماسك، مش عايز يبقى عجينة، لأ، عايز يبقى متماسك. العيش كده خلاص كده تمام. عاملين بقى ايه، فصين توم مع معلقة سمنة مع معلقة هريسة، ونحط بيهم على الوش. ده سر طعم تاني خالص، ده بيدي طعم للفتة رهيب. خلاص كده الفتة بتاعتنا جاهزة والعدس جاهز. هنبدأ نصب العدس في مجات، وادي الفتة بتاعتنا وادي العدس بتاعنا جميل، طعمه لذيذ جدا. تاكل الوجبة دي في الشتاء بسم الله ما شاء الله. روعة روعة وحكاية، وتكلفتها بسم الله ما شاء الله بسيطة خالص، وأي بيت بيحتاج الأكلة دي في الشتاء بالذات. ادي المنظر قدام حضراتكم. الشوربة، المجات فيها شوربة، ممكن نغرف اطباق. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.